واحد الاب عطى ولده واحد الساعه قديمه، ولكن الهدف ماشي ديك الساعه، الهدف هو الدرس في الحياه غتبدل نظرتك لراسك. قال ليه اولدي هاد الساعه ورثتها هادي 200 عام عند جدودي وبغيت نعطيها هذيك اليوم كادو، ولكن قبل ما نعطيها عليك سي عند خالي اللي كيبيع الذهب سول عليه قيمتها اش كتسوى. هو حتى هو ماشي من العاكزين، هو يجري سول خالي الذهبي هو غادي يرجع عند باه. قال ليه راه قال لك خالي الذهبي هاد المكانه قديمه بزاف ما فيهاش غرام ديال الذهب، والقيمه السوقيه ديالها ما بين 100 حتى 200 درهم. ويقول للاب مزيان اسيدي ايوا دابا سي عند الجار اللي حدانا سولو قول لي شحال كتسوى هاد المكانه. الدري بدا كيحسب ليا مع ذلك مشى ودار لباه الخاطر سولو ورجع قال لك جارنا هاد المكانه ما تسوى حتى درهم. قال ليه باه دابا مزيان سي عند حسب مول البازار اللي كاين في السوق اللي تيبيع الساعات القدام. ويمشي عند الولد هو يسولو هو يرجع مصدوم وجا عنده قال ليه با راه حسن عطاني فيها 10000 درهم وقال لي هاد المكانه قال بزاف. الاب هو يبتسم وقال ليه بغيت نعلمك واحد حاجه مهمه بزاف في الحياه، راسك غالي بزاف وقيمتك كبيره ولكن بشرط تكون في المكان الصح وفي الوقت الصح ومع الناس الصح. الا لقيتي الناس ما كيقدروش قيمتك غير المكان ولا غير الناس ولا غيرهم بجوج، ولكن انت ما تنقصش من قيمتك باش ترضي الشخص الاخر. والى عجبك هذا الدرس دير لايك وبارطاجي الفيديو مع صحابك وما تنساش دير المتابعه والاشتراك حيت كل نهار كاين قصص جديده اللي غادي تفيقك. السلام عليكم.